تشا سرايانا، قالها وهو بيوسع المسافة بين رجليه وبيثبت قدمه بقوة على التلج. جوانك سرايانا، قالها وهو بيفتح دراعاته المشدودة وبيوسع صوابعه عشان تبقى شبه مخالب النمر. كيو سرايانا، قالها وهو بيرجع براسه لورا على قد ما يقدر. دي الجمل التلاتة اللي قانون النفراي بيحتم عليه إنه يحذر بيها خصمه إن القتال هيتحول من الدفاع السلبي الرنجانة للهجوم الإيجابي السريانة. ومعنى الجمل دي بالترتيب لو الذاكرة ما خانتنيش هو: هبدأ السريانة، اوعى السريانة، خد السريانة، وقد أعذر من أنظر. مشهد مرعب، والشاب المتوتر بيحرر قوته عشان تخرج من مكمنها وتنط في وش خصومه كأنه منجنيق اتشد لآخره لحد ما حبله اتقطع. ورغم إن ال10 رهبان اللي حواليه أساتذة في فن التفادي، إلا إن ضرباته طيرت 4 منهم وقعوا يئنوا على التلج. كان بيتدرب يا إما على خصوم حقيقيين من الرهبان أو على تمثال إنسان بالحجم الطبيعي متعلم عليه نقط الهجوم الأساسية اللي متقسمة ل4 مجموعات. نارفا لونها أبيض، إصابتها بتسبب الخوف والارتباك. كارفا لونها أزرق، بتسبب فقدان الوعي. شورا لونها أحمر، بتسبب الشلل. كورا لونها أسود، بتسبب الموت. كانوا بيعلقوا التمثال ويمرجحوه بسرعة جنونية، والشاب واقف قبضته وقدمه متلطخة باللون الأصفر، والأخ ميانج يصرخ شورا. في نفس اللحظة الشاب ينط زي السهم، وفي لمح البصر يوجه 4 ضربات للنقط الحمراء في التمثال المتحرك. كارفا. بعد ثانية النقط الزرقاء تكون اتلطخت باللون الأصفر، وبمجرد ما التدريب يخلص ينزلوا التمثال ويبدأوا يدرسوا أماكن اللون الأصفر اللي ثابتها قبضة الشاب ورجله على الأماكن المطلوبة.